اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد طبعا مع بعضينا. طبعا الطريقه اللي هنعملها مع بعض النهارده باذن الله هنعمل الفول المدمس مع بعض. يبقى احنا هنعمل الفول المدمس مع بعض، ودلوقتي هقول لكم على المقادير بتاعتها مع بعض. معايا جزرايه مقطعاها حلقات زي ما انتم شايفين كده، معلقه كبيره كركم، معايا 2 ليمون، معايا نص كيلو فول. انا نقعاه من بالليل، لازم تنقعيه من بالليل للصبح عشان يبقى يستوي معانا على طول. ومعايا حوالي نص كوبايه عدس اصفر مغسول، ونص كوبايه فول مدشوش مغسول. بصوا زي ما انا غسلاهم مبلوله. وطبعا دلوقتي هنطبق الطريقه مع بعضينا، وباذن الله هيكون فول كويس ومعانا، ورمضان كريم عليكم باذن الله. وطبعا اول حاجه هنحطها مع بعضينا الفول اللي احنا نقعينه. طبعا هنحطه دلوقتي، هنحطه في قلب الدماسه. طب انت ما عندكيش دماسه عادي هتحطي في قلب الحله بتاعتك عادي. يبقى دلوقتي اول حاجه هنحط الفول كله هنا، هنحط الفول كله. هحط الفول كله طبعا وارجع لكم اوريكم. وطبعا اول حاجه زي ما احنا قلنا لكم حطينا هنا الفول، وهننزل ان شاء الله كده بالفول المدشوش كله مره واحده. هنحطه كده، اروح احطه وارجع لكم. وانا نزلت بالفول المدشوش زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنزل بالعدس اللي انا غسلاه، هنزل بيه كله برضو زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نزلت دلوقتي بالعدس، يبقى انا نزلت بالفول والعدس والفول المدشوش. وطبعا دلوقتي هنزل بالجزر، حطيت الجزر كله كده. وطبعا هحط معلقه كبيره كركم، وطبعا زي ما انتم شايفين معلقه كبيره كركم اهو هحطها، هنزل بيها كده كلها. وطبعا دلوقتي اخر حاجه هنعصر معانا الليمونتين، هنعصرهم كلهم زي ما انتم شايفين كده. هنعصر الليمونتين كلهم، ننزل بيهم كلهم. الليمون ليه بنحطه؟ الليمون بيخليه اللون بتاعه ما يتغيرش. طبعا في بذرة عندنا هنا نزلت، هنروح نحوشها. دي اخر حاجة نزلنا بيها الليمون. وطبعا هيكون عندك مية سخنة من الكتل، لازم يكون مغلية، تكون غالية المية، وننزل بيها للاخر. لازم يكون مية سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ان شاء الله هيبقى جميل وحاجة تعجبكم ان شاء الله. الكتل كله لازم تمليه وتحطيه المية كلها بتاعت الكتل. وطبعا هنقلبه مع بعض كده ثواني. ودلوقتي هنروح نرفعه على النار. بص هنحطه على النار، اول ما يغلي هنوطي عليه زي الشمعة لمدة 3 ساعات، وبعد كده نرجع مع بعض. وطبعا عندي هنا الورق السلوفان ده، هروح جايباه كده واغطي بيه الدماسه بتاعته. انا عامله كده بحبحيها كده عشان تعرفي تغطيها بحيث ان البخار ما يطلعش منها. طبعا زي ما انتم شايفين كده. وهروح دلوقتي احطه انزل بيه على النار لمدة 3 ساعات بس. بعد ما يغلي، اول ما يغلي نوطي عليه العين زي الشمعة ونخليه لمدة 3 ساعات ونشقر عليه. ولو احتاج مية ما تحطلوش مية ساقعة من الحنفية، لا طبعا ما ينفعش، هتبوظي الفول وتخليه الفولة تبقى جامدة. ما هنعمل ايه؟ هنسخن مية تاني بالكتل ونروح نحط فيه ايه؟ في الدمسة تاني. ماشي. ودلوقتي هروح ارفعه على النار مع بعض. وطبعا انا رفعته على النار دلوقتي، واول ما يغلي باذن الله هنروح اوطيه العين زي الشمعة وهنكمل مع بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين بصوا الفول دلوقتي معايا استوى ما شاء الله جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. وقعد حوالي 2 ساعات على النار. اول ما غلي وطيت عليه النار خالص وخليتها زي الشمعة. ودلوقتي هوريكم حباية فول. بصوا ما شاء الله استوى عامل ازاي.
ودلوقتي هنغرف الفول مع بعضنا واوريهولكوا بعد ما اغرفه. هو ما شاء الله استوى وجميل جدا. في ناس بتخليه كده وفي ناس بتضربه وتعينه في التلاجة. طبعا انا هعينه في الفريزر، هضربه واعينه في الفريزر، بس هغرف لكم طبق الاول واوريهولكوا. وزي ما انتوا شايفين بصوا انا غرفته دلوقتي ما شاء الله جميل. بصوا الحبايه زي ما هي واللون جميل جدا. بصوا اللون بتاعها، لان الليمون زي ما انا قلت لكم الليمون هيخليه عمر اللون بتاعه ما يتغير. طبعا انا هرسته زي ما انتوا شايفين كده بالهراسه. بصوا عاملين ازاي. دلوقتي هحط له التوابل بتاعته. هحط ربع معلقه كمون، واحط ربع معلقه ملح، واحط معلقه زيت. هنزل بمعلقه زيت، معلقه زيت كبيره، وهعصر عصره ليمونه عليه. ودلوقتي هحط لها معلقه طحينه كبيره، ونزلت بعصره ليمون زي ما انا قلت لكم، وحطيت له معلقه. جميل جدا جدا وكريمي وطعمه تحفه بجد بجد، حاجه حلوه جدا. والباقي عبيته في اكياس وهحطه في الفريزر عشان ما يبص عندك الكميه اللي انت مش عايزاها. تحطي في الكيس المعيار اللي انت عايزاه، يعني الحاجه بس على قد ما انت عايزه، وحطيه في الفريزر. ودلوقتي هوريكم انا معبياه في اكياس ازاي. وطبعا زي ما انتوا شايفين بصوا عبيته في اكياس، يعني حاجه حلوه جدا صراحه. وطبعا هسيبه لما يبرد وبعد كده احطه في الفريزر. يا رب الفيديو لو كان عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وشكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.